حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى ان شاء الله، بنية ان ربنا يكرمنا كلنا بالخير في الايام المفترجه اللي احنا فيها دي ان شاء الله. الجو سقع، الجو عندنا تلج، الجو رعد يا جماعه. فلازم نعمل ايه؟ هنعمل محشي. الجو ده ايه اللي يدفيك؟ هو المحشي. لا اما حله عدس محترمه، لا اما حله محشي كده محترمه. لا تقولوا لي بقى كوبايه سحلب ولا حبيب ولا حليب. هو ده اللي يدفي يا جماعه. شايفين انا احمد ابني كان مضروب وكان واقف زعلان يا عيني. شوف يا حبيبي يا ابني. التربيه الايجابيه عامله معاكم ايه يا جماعه؟ قولوا لي كده، قولوا لي في الكومنتات التربيه الايجابيه عامله معاكم ايه. هنا انا جبت الكرومبايه، وهنا بقى ورق، يعني بشيل كده كل الورق اللي ملوش لازمه، وبعد كده بديها تقويره كده من النص علشان الورق اجي اما اجي اخلعه يبقى سايب كده من بعضه زي الفل. هنا انا كنت شفت فيديو قبل كده بيقولوا ان عشان تعرفي ان الكرومبايه حلوه ولا لا بتخبطي عليها من تحت، لو لقيتيها بتعمل صوت مفرغه كده يبقى كده حلو، والورق مش كابس على بعضه يعني. فمش عارفه هل المعلومه دي صحيحه ولا لا، لان انا الصراحه ما بعرفش اشتري الكرنب. وهنا ده عمي كان جايبهولي، ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب، كان جايبهولي من الارض بتاعته. ف وبقاله كام يوم، فقلت خساره والله لما يبوظ مني ويترمي. خساره نرمي اي حاجه دلوقتي يعني. فايه استعنت بالله كده وقمت ولعت على الميه بتاعته، وقلت ايه هنسلق. جبت هنا الميه بتاعته ومسيبها تغلي، وحطيت شويه ملح وشويه كمون علشان ايه الريحه بتاعت الكرنب يعني. ويا دوبك بتحطيه ما بيكملش دي يعني دقيقه ونص على الاتجاهين. بتحطيه بالظبط شويه صغيرين، وتروحي قلبان الناحيه التانية وتروحي شايلاه. تحطيه بقى على الناحيه التانية في طبق زي ما انت شايفه كده، طبق يكون ميه من الحنفيه او ميه ساقعه علشان توقفي التسويه بتاعته عشان ما يتهريش منك. تمام يا ست الكل، تمام. دي كلها تعليمات الحاجه امي، ربنا يديها الصحه يا رب والعافيه ويتم شفاها على خير اللهم امين. متنسوش تكتبوا لي كلكم في الكومنتات ان يا رب ربنا يشفي امي، وتدعوا لها كلكم في الايام المفترجه دي اللهم امين. هنا هنكمل بص هنا بروح بقى عامله كده، بحاول ان انا اخلع كل واحده من وحدتها كده واغطسها في الميه الساقعه، بحيث ان انا اوقف التسويه بتاعه الورقه، وكمان احطها على المصفى بقى عشان تتصفى، واخلص كل الكميه بنفس المنظر ده. هنا كنا بنسلق شويه بطاطس للحاج احمد ابني، علشان بعيد عنكم احنا بننام سلام بنصحى عيانين، اذا كان انا ولا هو. اي حد في البيت عندي في شقتي بننام سلام نصحى عيانين، ما عندناش نقاش. هنا بقى ديت الاخر حته بتبقى في الكرومبايه دي، بيبقى فيها جواها حته كده اسمها الوزه. خلاص يعني كده فاهميني. ما اعرفش انتوا عارفين الوزه ولا لا. فهنا خلاص كنت خلصت سليق كرنب، وهنا كان اخويا اتصل بيا قال لي يلا تعالي. قلت له خلاص ماشي انا جايه. حطيت هنا بقى شويه قرص، هبقى انزل لكم الطريقه بتاعتها مع كوبايه شاي، وقلت افطر كده على السريع. جماعه القرص دي طعمها حلو قوي، لما انزل لكم الفيديو بتاعها جربوها مش هتندموا والله. وتقعدوا بقى ايه تغمسي بقى كده. رحت بقى هنا كنت رحت عند ماما وقعدنا شويه، وقمت بقى ايه عشان اتبل الفراخ، كانت هي قاعده بتحشي. حطيت بصله ما ضربتها في الكبه مع قرن فلفل، وحطيت ملح وكمون، قصدي ملح وفلفل اسود، ورشه بسيطه خالص من الكمون، لان ماما ما بتحبش تتبل الفراخ غير بكده بس. وبدعكهم في بعض كده واروح متبله الفراخ بيها. طبعا الفراخ مغسوله كويس ومنقوعه في ميه وخل وليمون. وحطيت كمان كام ورقه كده من ورق اللورا والحبهان، وحطيتهم على النار يتشوحوا مع بعض. وبعد كده رشيت عليها شويه من فوق كده شويه من توابل الفراخ، وبزودها ميه مغليه. لازم تزودي الفراخ المتشوحه ميه مغليه، سواء الفراخ او اللحمه، اوعي تزوديها ميه ساقعه. بعد كده الفراخ استوت، شايفين النصب؟ غمضوا عينيكم فتحوا عينيكم، الفراخ استوت. هنا ماما كانت عامله صلصه وحطها في الفريزر، في التلاجة يعني. فبناخد منها شويه وبنروح حاطين عليها شويه فلفل اسود وشويه ملح صغيرين خالص، وندهن بقى وش الفراخ بتاعتنا دي وندخلها تحت الشوايه تتحمر وتتأمر كده. لان انا الصراحه مؤخرا ما عندش بحب الفراخ المتحمره في الزيت قد كده يعني. وناسف على صوت الميكروفون يا جماعه، لان انا عايزه اسجل الفيديو دوت من امبارح وكسلت، فقلت لا لازم اسجله بقى خلاص يعني. هنا بقى حله المحشي جميله ديت، ورق الخس والكرنب. تسلم ايدك يا ماما يا رب ربنا يديك الصحه. هنحط طبعا على وشها الخلطه الجميله اللي احنا بنعملها على طول، فلفل وبصل وطماطم، ونحط عليهم شويه ملح وفلفل اسود وشويه من التوابل، وندعكهم ونحط عليها بقى ايه وش الفرخه وش الفرخه وش الشوربه. شايفين هنا الشوربه بتاعتي كده شوربه دسمه كده وبنت ناس. فهنسقي بقى المحشي. لازم المحشي يتعمل بشوربه سمينه علشان يبقى كده يبقى محشي ابن ناس. وهنا ولعت على المحشي. هنا عملت شويه لسان عصفور عشان مصطفى اخويا بيحب لسان عصفور جدا، احنا ما نقدرش نرفض الاستاذ مصطفى طلب. وبعد كده هزود الشوربه،
بتحط له الشوربه المناسبه للكميه اللي انت عاملاها، ويا دوبك لسان العصفور معاه بيغلي غلوه واحده وبطفي عليه بيبقى تحفه. هنا بقى بالمعلقه كده وندي المحشي نغزات كده عشان يغلي من كل الاتجاهات، ونقعد بقى نضير فيه لحد ما يبدا ان هو يشرب الميه بتاعته، وبعد كده بنهدي عليه النار خالص خالص خالص. هنا يوسف اخويا كنت هناوله بالمعلقه ساعتها. بس شايفين هنا كان استوى. وطبعا انا ما بحبش امسك قماش، كنت لابسه الجلابيه بتاعت ماما ولسعتها لها، فلازم امسك الحله بكم العبايه. معلش يا ماما مبوظه لها 3/4 جلابياتها والله. نشيل بقى هنا البتنجان يا سيدي يا سيدي، ومحشي ورق الخاص يا جماعه ده في حته تالته خالص بجد، بيبقى تحفه. هنا مصطفى اخويا كان بيصورني وانا بحط الاكل، وصراحه مش عارف يظبط التصوير خالص. احنا اسفين يا مصطفى اوعى تزعل. بعد الفراخ شايفين لونها حلو ازاي، والكاميرا والله العظيم ظلماها، ولسان العصفور. وبس كده، متنسوش تدعوا لي دعوه حلوه ان ربنا يقومني بالسلامه، وكمان تدعوا لامي بالشفاء، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب.